ماتش برشلونة وريال مدريد في كاس ملك اسبانيا. كان الماتش ده مليان بالاهداف، وكمان كان فيه اهداف ضاعت كتير. فاحنا النهارده هنفصل الماتش ده حته حته، ومش هنسيب اي حاجه غير واحنا شغالين. بس الاهم من الشغل ضغط الشغل، فرق عليا كده بلايكك الرايق، وفي اخر الفيديو لو عجبك محتوانا اشترك. يلا بينا نروح على الماتش. اول هجمه قويه في الدقيقه 2، حاول فران توريس يعمل اسيست قوي في منطقه الجزاء، بس دفاع ريال مدريد تدخل وخرجوا الكره بره الملعب. في الدقيقه 16 باص عاليه من لامين يامال، استلمها بدماغه ورافينها وعمل اسيست قوي لفران توريس، ولكن تدخل فالفارد وطلع الكره قبل التسديد. وكان المفروض في ضربه جزاء بسبب هندس في منطقه الجزاء، بس الحكم ما حسبهاش. في الدقيقه 18 محاوله تسديد قويه من بره منطقه الجزاء، بس للاسف الكره ضاعت من لامين يامال، وبالمناسبه عمره 17 سنه اللي قلب برشلونه. نيجي على الدقيقه 28، الكره كانت مع لامين يامال في منطقه الجزاء، وعدى من 4 لعيبه من ريال مدريد وعمل اسيست قوي لباردي. تسديده قويه جدا من بره منطقه الجزاء، وتم تسجيل اول هدف لبرشلونه في الدقيقه بالظبط 27 ثانيه. نروح على الدقيقه 35، ريال مدريد باص داني سيبايوس وعمل كوبري يضحك قوي الصراحه في مارتينيز، والصوره احطها قدامكم يا رب بس ما اخدش كوبي رايت. وريال مدريد سجلوا هدف واتلغى بسبب التسلل. في الدقيقه 49 اسيست حلوه من بلينجهام لفينيسيوس، وشاطها مرتين في اتجاه مرمى برشلونه، والمرتين اتصدوا. في الدقيقه 69 فاول لصالح ريال مدريد قدام منطقه الجزاء، وشاطها من مبابي، شوطه قويه جدا عدت من كل مدافعين برشلونه، والجول الاول لريال مدريد في الدقيقه بالظبط 69 و17 ثانيه، وكده تعادل 1-1. ونروح للدقيقه 74، مرتده سريعه لريال مدريد، وفينيسيوس عمل اسيست رايقه لمبابي، ومبابي ضيع فرصه هدف قويه لريال مدريد. في الدقيقه 76 كورنر لريال مدريد، واللي شاط الكورنر اردا جولر لتشواميني واستلمها وشاطها بدماغه في الجول، والجول الثاني لريال مدريد في الدقيقه بالظبط 76 و9 ثواني. الدقيقه 83 ثرو جامده ورايقه جدا من لامين يامال لفران توريس، وفران توريس رقص حارس ريال مدريد وسجل الجول الثاني في الدقيقه بالظبط 83 و9 ثواني. وبكده رجعنا تاني للتعادل 2-2. في الدقيقه 104 في الوقت الاضافي هجمه قويه، وفران توريس شاط شوطه قويه في اتجاه المرمى، بس اتدخلوا دفاع ريال مدريد وضاعت الهجمه. في الدقيقه بقى 115 غلطه بسيطه من ابراهيم دياز المغربي، وكوندي استغل الغلطه احسن استغلال وقطع الباص، وشوطه قويه موت من بره منطقه الجزاء، وتم تسجيل الجول الثالث والتاريخي لبرشلونه في الدقيقه بالظبط 115 24 ثانيه. وخلص الماتش على كده، وكسب طبعا برشلونه، وده الكاس ال 32 كاس ملك اسبانيا في تاريخها، والمدرب هانسي فليك بنهائي السابع متواصل بدون ولا خساره. ده يا رجاله الماتش كده خلص، وبرشلونه كسبت بكاس ملك اسبانيا. دلوقتي بقى هنيجي بقى نقول لكم احصائيات الماتش، زي مين افضل لاعب في الماتش. افضل لاعب يا جماعه في الماتش هو جولز كوندي، وده طبعا اللي سجل اخر جون واهم جون لبرشلونه، جون المكسب. سيبنا بقى يا جماعه منه نركز على لامين يامال. الواد ده يا جدعان مواليد 2007، طفل، بس يا جدعان الطفل ده معجزه، حقق انجازات قويه بشكل مجنون على سنه. الطفل ده يا رجال هيبقى زي كريستيانو وميسي، وممكن يبقى احسن في المستقبل القريب. بفكر يا رجال اعمل حلقه مخصوصه للاعب ده، واتكلم عليه وعلى انجازاته بالتفصيل ممل. قولوا لي تحت في الكومنتات نعمل فيديو مخصوص ليه ولا مش لازم. بس كده يا اخواتي خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبك بقى محتوانا ما تنساش تشترك في القناه، عشان اي فيديو ننزله جديد يبقى عندك علم بيه. وسلام.